بيبدأ المسلسل مع بداية العام الدراسي في الجامعة، وبيكون في ترحيب بالطلاب الجديدة. وبعد كده بنشوف طالب جديد بيكون اسمه جون، والبنات كلها بتكون معجبة بيه علشان بيكون غني ومشهور جدا. ومع انه بيكون مشهور جدا لكن هو في الحقيقة بيكون وحيد. وبعد كده بنشوف طالب تاني وبيكون اسمه يون، ومع انه بيكون في نفس الجامعة لكن بيكون فقير جدا وبيشتغل كذا شغلانة. وبعد كده بنروح لطالبة تاني وبيكون اسمها جن، وهي كمان بتكون معاهم في نفس المدرسة، وبالرغم انها بتكون بتذاكر كتير لكن درجاتها بتكون ضعيفة جدا. وبعد كده بنروح لجون، والبنات كلها اول ما بيخش المدرسة بيكونوا معجبة بيه وبشكله الوسيم جدا. وبعد كده بيدخل وبيقعد ورا يون واللي بيكون نايم في الوقت دوت. وبعد كده بنشوف المدرس وهو بيكون داخل علشان ياخد الغياب، وجون بيحاول يصحي يون لكن بيقلب عليه القهوة. وبعد كده بيحاول ان هو يديه منديل لكن يون مش بيهتم، لكن بيحاول ان هو يعوضه فلوس لكن هو طبعا بيسيبه ويمشي. وجون طبعا بيكون مستغرب جدا، لكن صاحبه بيقول له ما تحطش في دماغك ان دوت بيكون عامل زي الرجل الآلي. وبعد كده بنشوف جن وهي بتكون في سكن البنات وبتتمنى ان زميلتها الجديدة تكون مرتبة واجتماعية علشان طبعا يكونوا متفاهمين، لكن بعد كده بتدخل عليها شيء وبتتفاجئ انها بتكون جميله جدا. وبعد كده بتشوف معاها شنطه واحده وبتطلب منها انها تساعدها، وشيء بتقول ان ده انت لقطه معايا جدا. وبعد كده بتاخدها علشان تشيل معاها الشنط، وهي بتقول هو انا ايه اللي خلاني اتدبس التدبيسه ديت. وجين طبعا بتفضل انها تشيل الشنط لحد ما ظهرها طبعا بيتقطم. وبعد كده بنشوف جون وهو بيكون سهران مع اصحابه، وطبعا هما بيكونوا بيستغلوه، وطبعا هما بيكونوا بيقعدوا معاه علشان يدفع لهم الحساب لان هو طبعا بيكون من عيله غنيه. وبعد كده هو بيكون بيشتري لهم المشروبات. وبعد كده بيشوف يون وبيحاول ان هو يتعرف عليه وبيقول له ان هو يدفع له كل حاجه، لكن يوم بيحرجه على طول وبيقول له ان مش كل حاجه يقدر ان هو يشتريها بفلوسه. وبعد كده بنشوف ان جين بتكون سهرانه بتدور على اي حاجه تعملها للسي في بتاعها بعد التخرج، لكن شيء بتقول لها انها ما بتعرفش تنام غير في الضلمه، فهي طبعا بتروح طافيه النور على طول. المهم ان تاني يوم بتروح لمكتب السكرتيره وعلى طول بتخبط في جون، وطبعا هي بتكون متوتره جدا انها خبطت في اشطر طالب في المدرسه. وبعد كده السكرتيره بتقول لها ان جون طبعا اخذ المشروع وهي ما فيش اي حل قدامها غير انها تطلب منه ان هو يتنازل عنه، وتقول لها انها تتطوع في رحله للطلاب، وهي طبعا بتوافق. وبعد كده بتروح تحكي لصديقها وهو بيبدا ان هو يتريق عليها. وتاني يوم بتعرف ان يون هو كمان بيكون متطوع معاها، وهي طبعا بتتوتر جدا ان هو بيكون اذكى طالب في الجامعه. وبعد كده الطلبه كلهم بيجتمعوا، وجون طبعا بيلاحظ ان جن بتكون بتراقبه وبيكون فاكر انها معجبه بيه. وبعد كده بيجي بالليل وبيشوفها واقفه وحدها وبيقول لها هي ليه بتكون بتراقبه، وهي بعد كده بتتوتر وبتقول له ان صاحبك بيدور عليك، وبعد كده بتسيبه وتهرب. وبعد كده جون بيقرب من يون لكن يون طبعا بيتجاهله ويسيبه يمشي على طول، وعلى طول بيقول له ان هو مش عنده اي وقت ان هو يصاحب اي حد ولا يكون صداقات. وبعد كده اول ما الكل بينام بيروح علشان ينظف المكان. وبعد كده بتروح ين علشان تساعده وبتقول له انها بعتت له رساله لكن هو ما ردش عليها خالص، وبيقول لها ان هو ما وصلوش منها اي حاجه، وهي طبعا بتتحرج وبتسيبه تمشي على طول. ولكنها وهي ماشيه بتشوف جون هو بيكون واقف مع صاحبه السكران وبيكون متخانق معاه علشان البنت اللي هو بيحبها بتكون معجبه بيه. وبعد كده هي بتدخل عشان تدافع عنه لكن الشاب دوت بيكون هيضربها، لكن يون بيوصل وبيدافع عنها وبيقول لها انها تعالج يون، وهي طبعا بتستغل الفرصه وبتطلب من جون ان هو يتنازل لها عن المشروع. وجون بيفتكر انها دفعت عنه علشان المشروع وهو على طول بيوافق، ولكنه بيقول لها بشرط انها تكون صديقته المتقربه، وهي بتتفاجئ لكن بتوافق على طول. وبعد كده بنشوف يون وهو بيكون بيقلب في الرسائل وعلى طول بيشوف رسائل جن وبيعرف انها فعلا كانت بتبعت له رسائل. وتاني يوم على طول بيروح وبيعتذر لها على اللي هو عمله دوت ويقول لها ان هو ما كانش يقصد. وبعد كده جون بيطلب من جن انها تلعب معاه لعبه لكنها بترفض علشان هي بتكون بتخاف من المرتفعات، فهو بيقول لها ان هو يتنازل لها عن المشروع اول ما بيروحوا، وهي طبعا بتوافق. وبعد كده بيكونوا ماشيين وهي بتكون خايفه لكن هو بيقول لها انها تثق فيه، وهي طبعا بتكون خايفه جدا. وبعد كده بنشوف يون وهو بيكون بيراقبهم وبيكون باين عليه كده ان هو مهتم بيهم. المهم انها تاني يوم بتروح لجون وبتقول له ان هو تنازل عن المشروع ولا لا، فهو بيقول لها ان هو نسي وعلى طول هيروح وهيتنازل على طول اول ما يكون فاضي. المهم ان هو بعد كده بيسيبه ويمشي، وبعد كده بيشوف اخوه واللي بيكون انتقل للمدرسه علشان يدرس فيها ويقول له ان هو يتظاهر ان هو ما يعرفوش. وبعد كده بنشوف يون وهو بيكون شافهم، وبعد كده بيكون شغال في السوبر ماركت وبتجيله بنت كده وبتقول له ان هو لازم يرتاح علشان هي بقالها فتره مش بتشوفه، وبتطلب منه ان هو يخرج مع اصحابه اللي من سنه، لكن هو بيقول لها ان هو بيكون مضطر ان هو يعمل كده علشان هو بيكون مسؤول من نفسه. المهم ان هو بيصحى على طول تاني يوم وما بيكونش ينام كويس وبيكون بينام على نفسه في المواصلات. المهم ان المحاضره في اليوم دوت بتتلغي وهو طبعا بيكون ندم ان هو راح في اليوم دوت. المهم ان جون اول ما بيشوفه بيروح وبيقول له شكرا انك ساعدتني في الرحله، فهو بيقول له انا ما ساعدتكش انت وما تفتكرش ان احنا بقينا اصحاب. وبعد كده جن بتيجي وبتشوفهم واقفين مع بعض وتفتكرهم ان هم يتخانقوا، لكن يون على طول بيسيبهم ويمشي، وجون ما بيكونش عامل اللي اتفقوا عليه، فهي بتكون فاكره ان هو بيخدعها. وبعد كده بيروحوا ياخدها عند السكرتيره وبيتنازل لها على طول عن المشروع اللي هو اخده منها. المهم ان بعد كده بياخدوا بعضهم على طول وبيكونوا بيروحوا، الجو بيكون بيمطر، والمهم انها بتروح بتنام. وبعد كده بتشوف صاحبتها ران واللي بتكون طبعا شركتها في السكن، وبتكون بتطلب طلبات غريبه وتطلب من شيء انها بتدلك لها رجلها. المهم ان بعد كده يوم بيروح السكن وبيشوف اخوه الصغير وبيكون هيقدم في اكاديميه
اكاديميه الشرطه، وبيكون متضايق جدا ان هو مش هيكمل دراسته، وبيفتكر ابوه اللي كان شرطي ومات وسابهم لوحدهم، ومن ساعتها طبعا هو بيكون بيعتمد على نفسه. بعد كده بنشوف جن وهي بتكون بتروح لدكتوره علشان تشوف المشروع بتاعها، وبعد كده بالليل بنشوف شيء وهي بتكون زعلانه ان حبيبها بيكون انفصل عنها، وبتفتكر وهو بيقول لها ان شكلها حلو لكن شخصيتها لا. وبعد كده بترجع للسكن وجن ورانو بيحاولوا انهم يتكلموا معاها وبيحاولوا انهم يعزموها تاكل معاهم، لكنها بترفض وعلى طول بتخش وبتنام. وبعد كده بنشوف اصحاب جن وهما بيكونوا عاوزين يدخلوا عنده علشان يباتوا وهو بيرفض، لكنهم يدخلوا غصب عنه وبيدخلوا ويبداوا انهم يبهدلوه في البيت، وجن طبعا بيكون متضايق ان هو عارف انهم مصاحبينه علشان فلوسه. المهم ان تاني يوم بيتجاهلهم وبيروح جنب يون وبيقعد جنبه وبيجيب له قهوه علشان يتصاحب عليه، ولكن يون بيسيبه وبيروح يقعد لوحده هو طبعا. وبعد كده الدكتور بيدخل عليهم وبيقول لهم انهم يعملوا مشروع وبيطلب منهم انهم يكونوا فرق، وبعد كده يون بيروح لجن وبيطلب منها انهم يكونوا فرق مع بعضهم، وهي طبعا بتكون متردده، لكن جن طبعا بيزن عليها وهي في النهايه بتوافق. وبعد كده بنشوف ان الفريق قاعد مع بعضه وبيقرروا ان هم يخلوا يون هي اللي تكون قائده الفريق. وبعد كده ام جن بتتصل عليه وتقول له ان عمه وعمته هييجوا علشان بيكونوا عاملين عزومه، وبعد كده من كلامها بنفهم ان هي مش بتحبه وتفضل اخوه عليه. وبالليل بنشوف شيء وهي بتكون زعلانه جدا على انفصالها، وبعد كده بالكنزيه بتقع منها وبتفضل انها تعيط، وبيجي يون وبيبدا ان هو ينظف الارض وشيء بيتاثر باللي هو عمله، وبعد كده بتشتري مشروب وتحاسب عليه وتقول له ان هو هديه ليه هو. المهم ان تاني يوم بيكون في اجتماع للفريق وجن بتتاكد ان الكل يجي لكن ما حدش بيجي غير جن ويون، وهي بتحاول انها تكلمهم لكن ما حدش فيهم بيرد عليها، ويون طبعا بيقول لهم ان هم يطردوا الباقي ويقسموا الشغل عليهم هم الثلاثه، لكن جن بيقول له اكيد هم بيكون عندهم ظروف وهو دوت اللي منعهم انهم يجوا. وبعد كده بنشوف ان جن بتقول انها تقسم الشغل عليهم كلهم واللي مش هيعمل شغل هيطرد، لكن يون بيرفض وبيقول ان هو ينسحب من الفريق. المهم ان بعد كده بيقابلوا اصحاب جن ويون بيقول لهم انهم لازم يتحملوا المسؤوليه. المهم انهم بيحاولوا ان هم يضربوه، لكن جن بيتدخل وبيحاول ان هو يهديهم لكنهم على طول بيضربوه. المهم انهم بعد كده بيوقعوا على الارض وبيبداوا انهم يتخانقوا مع يون، وجن طبعا بيفتكر ذكرياته من هو صغير، وبعد كده بينهار ويبدا ان هو يعيط ويزعلهم علشان يبطلوا خناق، والكل بيكون مستغرب من ان هو بيعمله. بعد كده جن بتروح ليون وبتطلب منه ان هو ما يمشيش من الفريق علشان هي بتكون محتاجاه، وهو بيوافق وبتطلب منه ان هو يتفاهم مع جن علشان مصلحه الفريق، لكنه على طول بيرفض وبيسيبها ويمشي. وجن بيكون ماشي بيقابل اخوه وبيطلب منه ان هو يركب معاه العربيه، واخوه مش بيكون عاوز ان هو يروح البيت. وبعد كده بنشوفه هو لما بيروح بيكون لابس باروكه علشان اهله بيتنمروا على لون شعره. المهم ان جون بعد كده بيوعى بلسانه ان هو بيكون من جامعه عاديه، وبعد كده بنشوف ان ابوه بيكون متعصب منه جدا ويبدا ان هو يضربه ويقول له ان هو بيكون بيستعر منه جدا. المهم ان ابوه بيلوم امه ان هي اللي بتكون عزمته، وبعد كده بيطرده من البيت وبيقول له ان هو مش عاوز يشوف وشه ويبعت له كل المصاريف بتاعته، وامه بتبدا تقول له انها غلطانه انها خلفت واحد فاشل زيه، وبتدلعه الباروكه بتبدا انها تتريق على شعره وتطرده من البيت. المهم ان جون بعد كده لما بيخرج بيقابل اخوه، واخوه بيطلب منه ان هو ما يرجعش البيت تاني لان طبعا ما حدش بيحبه ولا حد بيكون عاوزه ولا بيعتبروه من الاسره، وجون مش بيستحمل وعلى طول بينزل، وطبعا بيكون متضايق جدا. وبعد كده بيتصل باصحابه اللي بيستغلوه وبيقول لهم ان هو عازمهم على حسابه، وبعد كده بيفضل ان هو يشرب ومش بيكون في وعيه. وبعد كده بيسمع اصحابه هما بيكونوا بيحسدوه على عيشته، وبيكونوا طبعا بيحسدوه وبيقولوا ان هو بيكون غني ومن عيله غنيه وبيكون مشهور واكيد حياته بتكون سهله، لكن ما بيعرفوش اللي فيها. ويتصل على جو يون وبيطلب منه ان هو يروح له ولا الا هيموت نفسه، ويون طبعا بيتصل على جن وبيطلب منها انها تروح له وهي طبعا بتوافق على طول. وبعد كده بيكون واقف قدام البحيره وهيموت نفسه، لكنها بتروح له وهو بيطلب منها انها ترتبط بيه، وهي طبعا بتتفاجئ واللي بتقول له انها بتكون معجبه بحد تاني، ويونو بيجوا بعد كده بيشيلوه علشان يروحوه. المهم ان بعد كده يونو بيدخل علشان يغسل ايده وبيشوف الحمام كبير وافتكر حمام بيتهم اللي بيكون صغير جدا. وتاني يوم جن بيصحى وبيكون ناسي كل حاجه وبيحاول ان هو يفتكر اللي حصل لكن مش بيفتكر اي حاجه. وبعد كده بيتصل بيونو وبيطلب منها انها تقول له مين اللي وصله، لكنها مش بترضى تقول له اي حاجه. وبعد كده بنشوف الدكتور اللي كانت طالبه من جن البحث بتكون فاكره انها اجبرت جن على ان هو يتنازل عن البحث، ولكنها بتقول لها ان هو يتنازل بارادته. وبعد كده بنشوف جن وبيعرف ان يون هو اللي وصله للشقه ان هو اخر واحد كلمه. وبعد كده بيروح ليون وبيطلب منها انها تقول له مين هو الشخص اللي هي بتحبه. وبعد كده بتقول له ان الشخص دوت بيكون قريب منها جدا لكن هو مش بيكون واخد باله منها ويكون قصدها على صديقها تشان. المهم ان بعد كده بيكونوا يتفرجوا على غروب الشمس وهو بيقول لها ان هو ساعتها تخلي الشخص دوت يحبها. وبعد كده بتروح لسكن تشان وبعد كده بيشوف ان السكن بيكون متبهدل جدا وبتكلمه وبيقول لها ان هو شويه هيكون عندها. المهم ان بعد كده بتكون بتنظف وبعد كده جون بيشوفه وبيعرف ان الشخص اللي بتقول عليه هو صديقها تشان. وبعد كده بنشوف جون هو بيكون بيدور على اوضه جديده علشان بيكون عاوز يعيش فيها، وكمان بيكون بيدور على وظيفه جديده علشان يقدر ان هو يدفع ثمن الايجار، لكن محدش بيرضى يوظفه علشان بيكون طالب. وبعد كده بنشوف جون وبيكون بيلبس جون لبس جديد علشان طبعا تشان يعجب بيها، لكن هو بيكون معجب
معجب بيها لكن مش بيرضى ان هو يتكلم. المهم انها لما بتختار فستان هو بيكون عاوز ان هو يدفع ثمنه لكنها بترفض وتقول له ان هو يختار حاجه وهي اللي تدفع ثمنها. المهم ان هم بعد كده بياكلوا ايس كريم ويبداوا ان هو يتمشوا لحد ما هي بتركب الاتوبيس. المهم ان بعد كده بيروح ويبدا ان هو يتكلم مع تشين وتشين بيقول له ان حبيبته هتيجي تاني يوم. المهم ان بعد كده بيكلم تشين وبيطلب منها انها تعترف له بمشاعرها. المهم ان بعد كده بتروح ليون وبتتفاجئ ان هو بيكون بيذاكر وهو بيشتغل عشان يستغل كل دقيقه. المهم انها بعد كده بتقعد معاه وبتكتشف ان هو بيكون عاوز شغلانه. بعد كده بتكلم واحده صاحبتها علشان تتوسط له في شغلانه. المهم ان بعد كده طبعا تاني يوم بيتجمع الفريق كله وبعد كده بيلاحظوا ان جون وجين بيكونوا داخلين مع بعض وطبعا الكل بيكون مفكر مرتبطين وجين طبعا بتكون بتحس بالاحراج. وبعد كده يوم بيمشي علشان يلحق الشغل وجون بيجري وراه علشان يعزمه على حاجه علشان يشكره ان هو وصله لحد البيت لكنه بيقول له ان هو مش فاضي. وبالليل جين بتروح لشقه تشان علشان ياكلوا مع بعض. المهم ان هو مش بيجي وحبيبه تشان بعد كده بتيجي وهي بتفتح لها وبعد كده بتحس بالاحراج وبتجري على السلم وتقابل تشان بعد كده وبعد كده بتسيبه وبتجري لتحته وبعد كده بتفتكر ذكرياتهم وهم صغيرين وبتفتكر لما كانت بتعيط وهو اداها اسوره ومن ساعتها هي طبعا كانت لابسه الاسوره ديت ومش بتقلعها. وبعد كده جون بيشوفها وبيطلب منها انها تطلع عنده لكنها بقى بتبدا انها تحكي له ان تشان قال لها ان هو انفصل عن حبيبته من زمان وتقول له ان هو اتضح ان هو كان بيكذب عليه. هو طبعا بيكون متاثر جدا وبيقول لها ان هو ممكن يمثل ان هو بيكون حبيبها علشان تخليه يغير فهي طبعا بتوافق. وجون بعد كده بيسحب الاسوره علشان ما تفضلش انها تفكر في تشان وبعد كده بياخدها وبيخرجوا للبلكونه وتشان اول ما بيشوفها بيغير وجون بيقول له انها بتكون حبيبته. وبعد كده جون بياخدها علشان يوصلها في الطريق. تشان بيتصل عليها ولكن جون بياخد منها التليفون ويمنعها انها ترد وبيطلب منها انها ما تكلموش ولا تقابله لحد ما يكون عارف بقيمتها وبيفضلوا انهم يهزروا طول الطريق وبيبداوا انهم يقربوا من بعض اكتر. وبعد كده بتشوف تشيا وهي بتكون رايحه السوبر ماركت علشان تقابل تشين ولكنها بتشوف واحد تاني مكانه وبتكون متضايقه جدا. المهم ان تاني يوم يون بيكون في الجامعه وبيقابل واحد صاحبه وبيقول له على وظيفه يقدم فيها ولما بيروح بيتقبل بسهوله وبيعرف ان ران هي اللي جابت له الوظيفه ديت. ولما بيعرف الكلام دوت بيقرر ان هو يسيب الوظيفه ديت ان هو طبعا مش بيحب ان هو يعتمد على نفسه. المهم ان ران بالليل بتعرف بالكلام دوت وبتروح تتخانق معاه لكن هو بيقول لها ان هو ما بيحبش يعتمد على حد. المهم ان اخو يوم تاني يوم بيروح له للجامعه وبيشوف تشي بالصدفه وحباه من اول نظره يعني ولكنه بيقع على الارض وبيمثل ان هو بيكون بيلعب رياضه والبنات بتضحك عليه. المهم ان اخوه بعد كده بيجي ياخده وجون بيقابله بيقول له ان هو بيكون صاحب اخوه هو طبعا بيكون مستغرب جدا. المهم ان هو بعد كده جون بيقرر ان هو يعزمهم ولما بيقعدوا بيستغرب من معامله يون لاخوه الصغير ويفتكر معامله اهله ليه وبيكون صعبان عليه نفسه. بعد ما بيخلصوا بيقول ليون ان هو بيكون حنين قوي على اخوه وبيقول له ان هو يتمنى ان هو يكون عنده اخ زيه وبيقول له ان هو طبعا مش بيكون عنده اخوات. وبعد كده بيقعد مع الفريق علشان يظبطوا الاحوال لكن بيلاقوا اصحاب جون ما بيكونوش عملوا الاعمال اللي عليهم ويون طبعا بيتعصب منهم جدا وبيطلبوا من جون ان هو كمان ينسحب معاهم لكنه بيرفض ويفضل ان هو يقعد مع يون وبيقول له ان هو هيجيب له المعلومات اللي هو عاوزها والمعلومات دي بتكون خاصه بشركه ابوه. وبعد كده بيتصل بالسكرتيره علشان ياخد منها المعلومات والسكرتيره اول ما بتعرف ابوه بيكون موافق لكن اول ما بيعرف ان جون هو اللي عاوز بيكون متعصب جدا. وبعد كده جين بتعرف ان بحثها هو اللي بيكون كسب وتكون السكرتيره بتكلمها علشان تعرفها وبيكون في طالب موجود جنبها وبيسمع الكلام ده. وبعد كده بتدخل عليهم الدكتوره وبتقول ان جين هي اختارت جين انها تكون المساعده بتاعتها ولكن بيجي طالب وبيقول ان هو اللي ساعد جين وهو اللي خلاها انها تكسب والدكتوره بتخليه هو اللي يكون المساعد بدل جين. وبعد كده بنشوف يون هو بيكون في السوبر ماركت واصحاب جين بيدخلوا عليه ويبداوا انهم يضايقوه وبيبداوا انهم يرموا الازاز على الارض وطبعا علشان هم بيكونوا الزبائن فهو مش بيقدر ان هو يتكلم معاهم. المهم ان بعد كده ران بتدخل وبتبدا انها تعمل معاهم السليم وبتكون محترفه في الكونغ فو. ولما يوم بيرجع للبيت بيلاقي اخوه معاه ظرف فيه فلوس وبعد كده بيساله هو جاب الظرف دوت منين وهو بيقول له ان هو سرق ساعه جن وباعها وديت الفلوس اللي بتكون زايده من الفلوس ديت. وبعد كده بيتصل بجون علشان ينزل يقابله. جون بيكون مستغرب جدا ان هو اتصل بيه في الساعه ديت ويون بيقول له ان هو بيكون مديون له وهيحاول ان هو يسدد له الفلوس لكن جون بيرفض وبيقول له انت محتاج شغل وانا بكون محتاج صديق. وبعد كده هو بيوافق انهم يكونوا اصدقاء. وبعد كده تشين بتكون بتتمشى وتلاقي تشان وهو بيكون بيجري وراه وبعد كده بيعرف منها انها مش بتكون مرتبطه بجون وبيقول لها ان جون كان عارف ان حبيبته هتروح له في اليوم دوت وهو طلب منها انها تروح له علشان يوقع ما بينهم وطبعا هي بترفض تصدق الكلام ده وبعد كده بتتصل بجون وبعد كده بتطلب من جون ان هو يقابلها. هو طبعا بيكون فرحان جدا وبعد كده بتساله لو كان يعرف ان حبيبه تشين كانت جايه في اليوم دوت وهو بيقول لها ان هو كان عارف الموضوع دوت لكن هو كان عاوز ينهي الموضوع عشان مش عاوز يشوفها وهي بتكون بتتعذب. وبعد كده هي بتقول له بسبب اللي هو عمله ده مش ينفع يكونوا اصحاب لان هو طبعا بيكون جرحها وهيكونوا زمايل وبس. وبعد كده بتسيبه وتمشي وجون طبعا بيكون زعلان ان صديقته الوحيده سابته ومشي ويبدا ان هو يفتكر ذكرياتهم مع بعض وبيفضل يشرب علشان ينسى لكن مش بيقدر. وبعد كده بيتصل بيون اللي
بيكون شغال لحد وقت متاخر. المهم ان هو بيقول له ان هو زعل حد وهو قريب منه، بعد كده جيون بيقول له ان هو يعترف له مشاعره، وبعد كده بيقفل على طول. وبعد كده هو بيفضل يجري لحد سكن جن، وهي بعد كده بتشوفه، وبعد كده هي بتنزل عشان تشوفه، وهو بقى بيبدا ان هو يعتذر لها على اللي هو عمله، وبيبدا يعترف لها بمشاعره، وبعد كده بيطلب منها انها تديله فرصه تانية، وبعد كده بيسيبها ويمشي على طول. المهم ان بعد كده يون بيتعب من كتر الشغل وبيغمى عليه، وبعد كده جون بيرن عليه بالصدفه، والممرضه بترد عليه وبتقول له ان هو تعبان وفي المستشفى، وبعد كده بياخد تاكسي ويروح عليه على طول. وبعد كده بيعرف من الممرضه ان هو بيكون عنده سوء تغذيه، ويون طبعا بيكون متعصب جدا ان هو بيكون حاسس ان هو بيكون مديون له. المهم ان جون بيقول له هو انت ليه بتكرهني وليه بتعمل معايا ده كله؟ فيون بيقول له ان انا بحسدك كل ما بشوفك ان انت بيكون كل حاجه متوفره لك وانا لا. وبعد كده يون بيقول له ان الناس كلها بتكون مخدوعين في حياته وان هو سعيد، لكن يون بيتعصب وبيقول له ان هو بيكون سعيد، لكن هو بيقول له ان هو مش هيسيبه لوحده مهما عمل. طيب لو وصلت لحد هنا وعاوزني اكمل لك باقي المسلسل، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.